عارفة لو جبتي كوباية من سمن الفريدة بيورو وكوباية من اللبن وكوباية من السكر هتعملي احلى بسكوت ينسون، والمعروف في الافران باسم بسكوت الانس، وده من اغلى الاصناف اللي بتتباع في الافران. تعمليه معايا النهارده بسمنه الفريده بيورو، يعني بسمنه بلدي. تخيلي بقى طعم القرمشه والتحميص مع السمنه البلدي بيكون مودي الطعم فين. تاكليه مع احلى كوبايه شاي بلبن او شاي لذيذ وخفيف. اتمنى تجربوها. تعالوا نبدأ الطريقة مع بعض ونشوف عملناه ازاي بطريقة سهلة جدا وبسيطة من غير لا فرد ولا عجن ولا اي مجهود. هنجيب كوباية من سمن الفريدة بيور، وينفع زبدة، طعم السمن البلدي بيفرق جدا جدا في الوصفة اللي زي دي. وعليها كوباية من اللبن، وعليها كوباية من السكر، و3 بيض، وطبعا فانيليا للبيض، ومعلقة من الخل علشان زفرة البيض. هديهم ضربة مع بعض بالخلاطة بالهاند بلندر لما يختلطوا كويس ويتحول الخليط معايا لأبيض كده. واحضر كوبايتين من الدقيق، عليهم رشة من الملح وباكو من البيكنج باودر. وفي نفس الوقت بكون محضرة معلقتين من اليانسون مغسول كويس عشان الأتربة ما تبوظش الوصفة. اخلطه كويس مع المكونات، وخلي بالك ما تضيفيش اليانسون في المرحلة الأولانية واحنا في مرحلة الفرم، او واحنا شغالين في الخلاط. هقلب المكونات كويس مع بعضيها واخلطها كويس لحد لما المكونات معايا تكون متجانسة والدقيق اختفى منها. الخليط بيكون تقيل جدا، اتقل من خليط الكيك. صينية مدهونة سمنة واصب فيها الخليط وادخله على درجة حرارة 180 رف اوسط لحد لما تدخلي فيه خلة او سكينة ويطلع معاكي نظيفة من غير عجين. لازم تتأكدي النار تبقى هادية او متوسطة علشان العجينة تستوي كويس من جوه. بعد ما بتطلع من الفرن بنبدأ نقطعها، وتقطع شرايح رفيعة، يعني بناخد خطوط بالطول وخطوط بالعرض لحد لما نعملها شرايح رفيعة. بعد كده برصها في صينية فرن او صاج وادخلها الفرن تتحمص على رف اوسط، برضو درجة حرارة اهدى درجة حرارة في الفرن علشان تتحمص معايا كويس. ولو بخرت لون من الوش بنقلبها على الاتجاه التاني علشان تاخد لون من الاتجاه التاني لحد لما تتحمص معايا وتنشف طبعا كويس. طعم اليانسون مع التحميص ده بيكون حلو قوي. برضو ما تخافيش، طعم اليانسون ما بيكونش بارز، مش الطعم، حبات اليانسون بيكون الطعم موجود والحبات تكاد تكون بتختفي يعني. بعد ما تطلع من الفرن بترصيها في علبة علشان ما تاخدش رطوبة تاني وتطري معاكي وتقدميها مع احلى مشروبات. بألف هنا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.